جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة ميدو الأهلاوي، أهلا بكم. أهلا بكم في حلقة جديدة. مفاجأة مدوية. أحمد بالحاج يشكو نادي الزمالك. أحمد بالحاج يطالب نادي الزمالك ب1,000,000 دولار. الراجل عمل زي اللي رقصت على السلالم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. لا منه هيلعب في نادي الزمالك ولا منه ينفع يرجع تاني أسوان. والغلط هنا عند مين؟ عند نادي الزمالك. بعد ما اخد نادي الزمالك استغنى رسمي من نادي اسوان لاحمد بالحاج، اللي طبعا طلعوا قالوا عليه ان هو ب100 زي امام عاشور وب200 زي اشرف بن شرقي واحسن من ساسي واحسن من بيبو واحسن من ميسي. الراجل مفاجأة كبيرة جدا. الراجل مش هينفع يلعب في نادي الزمالك بعد ما خلاص الزمالك خده رسميا من اسوان علشان يلعب معاه في صفوفه. ما ايدوش او ما عرفش يأيده، الوقت كان خلص نظرا لديون نادي الزمالك المتراكمه لاتحاد الكره، وطبعا ما فيش فلوس يدفعوا تأييد للاعب، فاللاعب كده لا منه هيرجع اسوان تاني ولا ينفع يلعب في نادي الزمالك. عشان كده الراجل يعني يا جماعه الراجل احمد بالحاج هيتجمد كده 6 شهور، هيتخلل بمعنى اصح. ومين اللي هيدفع الثمن؟ هو اللاعب مستواه طبعا بعد ما كان الى حد ما كويس ونادي الزمالك راح جرى عليه والراجل رجله في الملعب وكده، هيتخلل 6 شهور. يعني خلاص كده مستقبل اللاعب اتدمر. وعشان كده احمد بالحاج قاعد مع المحامي بتاعه بيدرس دعوة قضائية هيرفعها ضد نادي الزمالك عشان يطالب الزمالك في 1,000,000 دولار. 1,000,000 دولار يعني زود المبلة طين. يعني اللاعب كده لا طالع عنب اليمن ولا بلح الشام زي ما بيقولوا. ونسيب مصر ونادي الزمالك واحمد بالحاج ومرتضى والناس دي كلها ونطير على ملك الملوك، ملك القارة الافريقية ووصيف العالم، وصيف ملوك العالم النادي الاهلي، ونطير للمغرب ونقول ان النادي الاهلي بيستعد استعداد جامد جدا جدا. امريكي بعد صرخ كولر وصرح للاعلام المصري انتوا ازاي بتتكلموا على ماتش ريال مدريد واحنا لسه قدامنا الفرقه دي ما كسبناهاش؟ لازم نتكلم على الفرقه دي اول ونناقش كل سلبيات الفرقه قدامها ونظهر للاعلام ان ده ماتش مش سهل، ماتش صعب جدا جدا. فانتوا بتتكلموا على ريال مدريد ازاي واحنا لسه اصلا ما وصلناش؟ مستر كولر بيلوم على الاعلام المصري وبيحفز لاعبيه وبيقول لهم انسوا الاعلام والسوشيال ميديا دي كلها خالص وخلينا نركز اول في المباراة الصعبة دي، عشان المباراة دي هي اللي هنعدي منها لنصف النهائي ونقابل ريال مدريد. وممكن ساعتها تسطروا تاريخ يا رجالة، ممكن ساعتها تسطروا تاريخ وتلعبوا على المركز الاول والثاني ونجيب ميدالية فضية او ذهبية باذن الله. احنا قدها وقدود، لاعيبة النادي الاهلي قدها وقدود. عشان كده مارسيل كولر المتوقع جدا 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 ان هو هيبدأ بنفس التشكيل اللي بدأ بيه اوكلاند سيتي. هيلعب ب3 محور ارتكاز في نص الملعب، هم اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية. طبعا ما ينفعش يغير اي لاعب من دول لان الفرقة الامريكية فيها عناصر مميزة جدا، سرعات ومهارات. ده فيها 4 برازيليين يا جماعة، وفيها الباك الشمال بتاع منتخب الكاميرون، وفيها لاعب وسط الجواي احسن لاعب عندهم، يعني بمعنى اصح فيها 15 لاعب اوروبي، 15 لاعب محترف من اوروبا. يعني فرقه مش جايه تهزر ولا جايه تلعب، جايه تكسب وجايه تلعب على مراكز متقدمه. فعشان كده مارسيل كولر هيبدا بالشناوي في حراسه المرمى، باك اليمين محمد هاني، الباك الشمال علي، في قلب الدفاع هو ومحمد عبد المنعم. قدامهم الثلاثه اللي قلت لحضراتكم عليهم، ديانج والسوليه وفتحي. قدامهم الثلاثه اللي في الخط الامامي، حسين الشحات، مال عبد القادر، وفي الامام محمد شريف. ده التشكيل المتوقع بنسبه 100% اللي هيبدا بيه مارسيل كولر هذه المباراه. بالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله النهارده، ونعدي عقبه الفريق الامريكي، وان شاء الله نوصل لريال مدريد ونهزم ريال مدريد ونلعب على كاس العالم للانديه
نلعب على كاس العالم للانديه يا جماعه، حاجه كويسه جدا ليكوا كلاعيبه في السي في بتاع كل واحد فيكم. اجمدوا كده واثبتوا في الارض، انتوا لعيبه حلوه واقفين على رجليها. يا ريت باذن الله ترجعوا لنا بنتيجه كويسه جدا جدا جدا، وخصوصا بعد ما عديتوا اوكلاند سيتي والناس شافتكم بمنظر كويس. حتى مدرب الفرقه الامريكيه على لعيبه النادي الاهلي وبيقول انها فرقه مميزه جدا وعندها انتشار رائع هجوميا، وفرقه يتخاف منها وما تقلش عن اي فرقه اوروبيه. عشان كده الراجل مركز جدا 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 ليكوا. اجمدوا انتوا كمان، انتوا قدها وقدود، وان شاء الله ترجعوا بميداليه ذهبيه او فضيه. اما البي اللي طلع يقول لك انا محترم مش هرد عليك، ممكن اسال سيادتك سؤال واحد بس صغنون قد كده اهو. هو حضرتك لو مش محترم كنت عملت فينا ايه؟ حضرتك لو مش محترم كنت عملت فينا ايه؟ يعني انت حضرتك مش عايز ترد عليه عشان انت محترم، امال حضرتك لو مش محترم كنت عملت فينا ايه؟ السلام عليكم.